السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسه مكملين مع حضراتكم في سلسلة اضطرابات العادات. اتكلمنا عن اضطرابات مص الأصابع واتكلمنا عن اضطراب عادات قضم الأظافر. النهاردة إن شاء الله هنتناول مع حضراتكم الاضطرابات الغذائية، لكن انتظروني بعد الفاصل. أنا الأخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. زاوية نفسية مع منى شطة، ورجعنا لكم تاني. اهلا بكم. عادة الاضطرابات الغذائية، كلنا عارفين ان في علاقة وطيدة جدا بين الاضطرابات الغذائية وبين الحالة النفسية. فعلى سبيل المثال ان في ناس لما بتزعل بتاكل كتير، وفي ناس لما بتزعل ما بتاكلش خالص. كمان في علاقة قوية جدا بين الاضطرابات اللي بتصيب الجهاز الهضمي وبين مشاعر الخوف والغضب والاستثارة. العلاقة بين التغذية والانفعالات هي علاقة تبادلية، بمعنى ان الطفل اذا غضب او حس بالوحدة او انفعل لأي سبب من الأسباب فبيفقد شهيته للأكل. كمان قدرة الجهاز الهضمي على هضم الأطعمة بتقل بدرجة كبيرة جدا. عملية التغذية عند الطفل بترتبط باهتمام الأم بيه، عشان كده بتكون مرتبطة بانفعالات الطفل، فبيعبر عن غضبه برفض الطعام أو بصقه أو بالقيء. ممكن الطفل يستغل ده بطريقة لا شعورية، يعني يعمل عملية امتناع جزئي عن الطعام كوسيلة لإجبار الأب والأم على الاهتمام بيه وإن هما يركزوا معاه هو أكتر من إخواته. ممكن يوصل الأمر في بعض الأحيان إلى فقدان الشهية. فقدان الشهية ممكن يكون فقدان مؤقت أو يكون دائم أو يكون فجائي أو تدريجي. كمان ممكن يكون مصحوب بأعراض أخرى، يعني ممكن يكون معاه اكتئاب أو نوبات غضب. في الحقيقة إن فقدان الشهية له صور عديدة. فعلى سبيل المثال في فقدان الشهية الشديد في تناول الطعام. صورة الفقدان الشهية ده بيكون فيه الطفل بيضع الطعام في بقه ومش بيحركه، بيفضل حاطه في بقه وسرحان ومش مركز مع أي حد من المحيطين بيه، لكن هو مركز مع نفسه، بيفضل سايب الأكل في بقه ومش بيمضغه ولا بيبلعه ولا بيعمل أي حاجة، ولكن هو بيحطه في بقه تلبية لرغبة الكبار. مش بيبلعه ومش بيعمل حاجة غير انه هو حاطط الاكل في بقه بس. في مجموعة من علماء النفس بيقولوا ان الاطفال بيكون لهم تخيلات غريبة عن الاطعمة، يعني ممكن يتخيل ان في طعام معين لذيذ ومفيد وفي اطعمة اخرى بتكون كريهة. التخيلات دي بتزيد بشكل كبير جدا مع زيادة الاضطرابات الانفعالية اللي مرتبطة بعملية التغذية. بمعنى كل ما كان في طعام الطفل بيتناوله في ظروف انفعالية وعصبية غير مهيئة وغير مستحبة أو سيئة، ده بيجعل عند الطفل صورة سلبية عن الطعام ده. مفيش شك ان الطفل اللي بيتناول غذائه بشكل أكبر من مجموعة من الأطفال في البيت أو في الحضانة بيتناول الطعام بشكل أكثر سلمية وبيكون بشكل أفضل، وبيكون طريقة التغذية والهضم عند الطفل في المحيط ده بيكون بشكل أفضل. امتى بتضطرب شهيته؟ إذا كان بياكل لوحده أو في عزلة أو في حالة نفسية ومزاجية غير جيدة. إذا كان الطفل بياكل مع أب وأم عندهم قلق ودائم الانتقاد أو التعليق على طريقة أكله وشربه، فده بيكون ليه تأثير سلبي على التغذية عند الطفل. الطفل في الوقت ده بيستخدم رفض الطعام كوسيلة للضغط على الوالدين. انفعال الآباء على الطفل بيؤدي إلى زيادة اضطراب العادات الغذائية عند الطفل، يعني كل ما صرخ في وش الطفل بيرفض الطعام بشكل أكبر، بيتمسك بعادة رفض الطعام بشكل أكبر. في كمان نوع من أنواع الاضطرابات الغذائية هو اضطراب الاقترار. يعني ايه اضطراب الاقترار؟ بيظهر عند الرضع. بمعنى ايه؟ ان في الطفل بيرجع بصفة مستمرة وبيفقد وزنه بشكل دائم. كل ما بياخد اي اطعمة او رضعات بيرجعها بشكل مستمر. احيانا الطفل بيحاول يمضغ الطعام ده تاني او يبلعه تاني. نوبات الاقترار اللي بتظهر عند الطفل بتكون الطفل ده سريع الاستثارة وسريع الغضب. في دراسات عديدة قالت ان الاقترار بيظهر عند الرضع من سن 3 شهور حتى 12 شهر. للأسف هذا الاضطراب بيؤدي إلى وفاة نسبة 25% من الأطفال نتيجة
لنقص التغذية عند الأطفال وعند حدوث الاقترار أو الترجيع عند الطفل بشكل مستمر. الدراسات قالت إن النسبة بين الذكور والإناث في هذا النوع من أنواع الاضطرابات هي متساوية عند الذكور والإناث. الطفل بيكون مفتقد للإحساس بالحنان وبالاهتمام من الأم، لأن الأم بيكون عندها أي سبب من الأسباب اللي رافضة فيه للطفل أو رافضة للحمل ده، فالطفل بيبدأ إن هو يرفض الغذاء في المرحلة دي وبسبب الإحساس ده، وده اللي بيجعل الطفل يحدث عنده هذا النوع من أنواع الاضطرابات. لوحظ أن الاستثارة المفرطة بتسبب حدوث هذا الاضطراب أيضا، كمان بتظهر حتى سن العامين. كمان عندنا اضطراب غذائي آخر بيظهر عند الأطفال من سن عام حتى عامين، وهو أكل الأطعمة الغير صالحة. وفي النوع ده من الاضطرابات الطفل بياكل فيه أطعمة غير صالحة، زي بياكلوا الشعر أو بياكلوا مخلفات أو بياكلوا طين أو رمل أو أوراق شجر، مخلفات بتكون غير مفيدة وتكون مضرة للطفل. في الحقيقة إن هي بتظهر في سن صغير، بتختفي قبل سن المراهقة، نادرا جدا لما تفضل مع الطفل لحد سن الرشد. بتظهر لهذا النوع من الاضطرابات مجموعة من المضاعفات نتيجة أكل هذه المخلفات، مثل عدوى تاكسوبلازمية نتيجة ابتلاع القاذورات، وبينتشر هذا الاضطراب بين الجنسين، وبيظهر في حالات التخلف العقلي والنساء الحوامل، وبترجع بسبب سوء العلاقة بين الأم والطفل اللي بينتج عنها عدم إشباع احتياجات الطفل اللي كانت في مرحلة الرضاعة. بيعبر عنها الطفل في البحث عن أشياء غير صالحة للأكل. في معظم الأحيان بيكون الأبوين في هذه الحالة غير ناضقين. في مشكلات تانية للتغذية ما بتظهرش دايما في صورة رفض الطعام، ولكن ممكن تاخد أشكال تانية، زي على سبيل المثال الشراهة في الأكل. يعني يكون في طفل عنده شراهة في الأكل فياكل بشكل مستمر وبشكل زائد. الشراهة في تناول الطعام له مجموعة من الصور المتعددة. يعني ممكن يكون في شراهة مؤقتة، وممكن يكون مرتبط بأنواع معينة من الأطعمة. في بعض المحللين النفسيين بيروا ان الشراهة بتحدث نتيجة عدم الشعور بالأمن والخوف والقلق وفقدان الإحساس بالحب، وده بيحدث في حالات الاكتئاب، لأن في الحالة دي بتكون ثبتنا الأحداث المؤلمة والمزعجة عند الطفل، واللي تعرض فيها الطفل لمشاكل في مرحلة الطفولة وخاصة مرحلة الرضاعة، وبالتالي بيكون الاستمتاع عن طريق الفم والعض والمضغ، فبتظهر مشكلات التغذية عند الأطفال في صورة قيء، وبيرتبط القيء بالانفعالات والتوتر وإرغام الطفل على تناول بعض الأطعمة وهو ما عندوش رغبة على تناول هذه الأطعمة. أحيانا بتكون حيل لا شعورية للتعبير عن غضبه واحتجاجه، ونفوره من بعض الظروف الأسرية اللي بيعيش فيها أو ظروفه المدرسية، أو إحساسه بعدم وجود مشاعر عاطفية بينه وبين أبويه أو إخوته. أحيانا بتحدث بعض الأعراض زي الأعراض الهستيرية، وأحيانا بتأخذ الاضطرابات النفسية صورة بدنية. وبكده بنكون اتكلمنا عن عادة الاضطرابات الغذائية. نتمنى نكون وصلنا لحضراتكم معلومة مفيدة. منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع حضراتكم أسباب ظهور الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال. اتكلمنا في حلقة سابقة عن الأسباب البيولوجية لظهور الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال. هسيب لحضراتكم اللينك في صندوق الوصف عشان تشوفوها إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الأسباب البيئية لظهور الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال، لكن انتظرونا بعد الفاصل. أنا الأخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، أهلا بكم. هل البيئة ممكن تكون سبب لظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الأطفال؟ أيوة طبعا، في مجموعة من الأسباب، وأولها علاقة الطفل بوالديه، علاقته بالأم والأب. الخبرة الأولى في حياة الطفل بتبدأ من الأم والأب، لأنهم أول شخصين بيظهروا في حياة الطفل بعد الولادة. في البداية بتكون علاقة الطفل بأمه،
فالعلاقة بين الطفل وأمه ليها شقين مهمين جدا، إما الإشباع لرغبات الطفل أو إهمال لرغبات الطفل. في حالة إشباع رغبات الطفل بيكون في تعاون مثمر بين الأب والأم وباقي أفراد الأسرة بشكل جيد جدا. ده بيجعل عندنا طفل بيكون بدون اضطرابات نفسية أو سلوكية. أما في حالة إهمال رغبات الطفل بيكون سبب في اضطرابات كتيرة جدا، وبيكون سبب لظهور اضطرابات سلوكية عند الطفل. في الحقيقة ان الإساءة من جانب الأب والأم ليها مظاهر كتيرة جدا. على سبيل المثال رفض الأب والأم للطفل وإنهم ما يحسوش الطفل بحبهم، ده بيأثر على صحة الطفل النفسية وبيكون سبب لإصابة الأطفال دول بقلق وعدم شعور بالأمان. اختلاف معاملة الأم والأب للأطفال، يعني واحد يدلع قوي والتاني يكون قاسي جدا، ده بيكون سبب لظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الأطفال. المبالغة الشديدة والإسراف الشديد في الثابة للطفل أو إن احنا نديله حافز، يعني كل ما يعمل حاجة حلوة أديله فلوس أو أديله حاجة حلوة، ده بيخلق عندنا طفل مادي مش بيعمل حاجة خالص بدون مقابل، وبمرور الوقت الحافز ده للأسف بيفقد قيمته. من الإساءات القسوة الشديدة والضرب الشديد بيكون سبب لظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الطفل، ده بيأكد السلوك السلبي عند الطفل. كمان بيظهر لينا سلوك سلبي تاني هو العند، لأن الطفل بيعند أكتر وبيكرر السلوك أكتر. كمان بيكون القسوة الشديدة سبب لظهور سلوك تاني وهو الكذب. ليه؟ لأن الطفل كل ما يخاف من العقاب بيكون سبب في إنه هو يكذب ويداري الخطأ اللي هو عمله، فيصبح العقاب الشديد سبب في ظهور سلوك العند وسلوك الكذب. كمان من الإساءات اللي بيعملها الأب والأم هي الإهمال. إهمال الطفل لفترات طويلة جدا بيكون سبب لظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الأطفال. الإهمال له أشكال كتيرة جدا، زي الإنكار، يعني كل ما الطفل يعمل حاجة كويسة أتجاهلها، ما أتكلمش عنها، أعمل نفسي مش شايفها. تاني حاجة النقد، إن أنا دايما أنتقده في كل سلوك هو يعمله. تالت شكل من أشكال الإهمال هو إن أنا أميز بين الإخوة، يعني أفضل أخوه أو أخته وأمدحهم دايما وأسيبه هو. من الأخطاء الشائعة اللي بيعملها الأب والأم إن الطفل ده يكون غير مرغوب فيه لأسباب، زي مثلا إنه يكون الطفل ده عنده تشوهات خلقية، أو يكون نوع الطفل غير مرغوب فيه، يعني الأسرة عايزة ولد وجالها بنت، أو عايزة بنت وجالها ولد، إن الأم أو الأب كانوا بيعاملوا الأطفال بنفس الطريقة اللي كانوا هم بيتعاملوا بيها وهم أطفال، فده بيخلق عندهم اضطرابات نفسية وسلوكية عندهم. أو إن الأب أو الأم يكونوا مصابين باضطرابات نفسية بيسقطوا الاضطرابات بتاعتهم على الأطفال، وده بيجعل مع مرور الوقت الأطفال دول يصابوا باضطرابات نفسية وسلوكية. كمان من السلوكيات السلبية التدليل الزائد، بيخلق عندنا أطفال عندهم عدم القدرة على مواجهة الحياة، وعندهم اتكالية، ودايما عايزين حد يعمل لهم كل حاجة وياخدوا كل حاجة. تاني سبب من الأسباب هي علاقة الطفل بإخواته. علاقة الطفل بإخواته ليها أشكال متعددة، زي مثلا عدد الأطفال داخل الأسرة، ترتيب الطفل بين إخواته، هل هو ولد بعد بنات ولا بنت بعد ولاد، الفترة الزمنية اللي بين الأطفال. كل دي أسباب بتؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسية وسلوكية إذا لم يتم التعامل معاها بطريقة صحيحة. يعني في غالب الأحيان بيكون الطفل الأول هو اللي بيحظى بحب الجميع واهتمامهم وتدليلهم، فمع مرور الوقت الطفل ده بيكون طفل أناني أو دايما بيشعر بأنه هو عايز ياخد كل حاجة لنفسه. وبمجرد حضور طفل تاني للأسرة بينشأ شعور الغيرة بين الطفلين، فالأب والأم دايما ينصحوا الطفل الأول بأنه يتسامح مع أخوه أو أخته عشان هو الصغير. أما الطفل الأخير بيكون طفل مدلل حاسس أنه هو أقل قوة وأنه هو أكثر ضعف من إخواته الكبار، عشان كده دايما بيكون عنده الإحساس بأنه هو محتاج دايما حد يعمل له كل حاجة. عندنا كمان الطفل الشبيه بالطفل الوحيد. الطفل الشبيه بالطفل الوحيد ده اللي بيكون طفل اتولد بينه وبين الطفل التاني فترة زمنية طويلة جدا، أو يكون طفل اتولد لأسرة
الأطفال اللي فيها دايما بيموتوا، وهو بيكون الطفل الوحيد اللي كتب له الحياة. الطفل ده بيتم التعامل معاه بشكل مختلف، بيتم التعامل معاه بشكل فيه حنية زايدة جدا، تدليل زايد جدا، وده للأسف بيخلق عندنا طفل عنده إحساس بأنه هو عايز ياخد كل حاجة لنفسه، عدم قدرته على مواجهة مشاكل الحياة، ودايما محتاج لداعم أو محتاج إن هو يكون معاه حد يسنده في الحياة. كمان الطفل اللي بيتولد في أسرة وبيكون طفل وحيد ما بيختلطش كتير بأطفال من نفس سنه، دايما بيكون اختلاطه بناس كبيرة أكبر من سنه، وده بيخليه عارف حقوقه أكتر من واجباته. السبب الثالث من الأسباب البيئية هي علاقة الطفل بمدرسته. أول انفصال للطفل من أسرته بيكون ذهابه لمدرسته، بيدخل في وسط مجموعة لها قواعد ونظام، ومجموعة تانية خالص مطلوب منه إن هو يتعامل مع زملائه ويشاركهم في أنشطة يومية. كل التصرفات دي والسلوكيات دي بتكون مصدر من مصادر الضغط النفسي على الطفل، لأن طريقة تعامل الأم والأب بتكون مختلفة عن تعامل المدرسين داخل المدرسة، وده بيكون ليه جانبين، إما أن تكون التفاعلات داخل المدرسة تخلق عندنا طفل إيجابي ومتفاعل في المجتمع، أو تخلق لنا طفل عنده خوف وقلق وتوتر وعدم شعور بالأمان. إيه اللي ممكن يخلق لنا طفل عنده قلق وخوف؟ التهديد المستمر، عدم وجود مساحة لتعبير الطفل عن رأيه، ان يكون في تفرقة بين الطلاب على اساس مادي او اجتماعي بيكون له اثره النفسي السلبي على سلوكيات الطفل، عدم استغلال قدرات الطفل وامكانياته، وان احنا نعرف ايه هي جوانب القوة والضعف عند الطفل داخل المدرسة، ده بيخلق لنا اضطرابات نفسية وسلوكية. كمان التسلط من المدرسين بيخلق عندنا طفل بيعاني من الاضطرابات النفسية والسلوكية. عدم وجود حوار بين الطفل وبين المدرسين، طرق العقيمة للتدريس اللي بتعتمد على الحشو داخل عقول الأطفال في السن الصغير، دي كمان بتكون لها أسباب كبيرة جدا لإصابة الأطفال باضطرابات نفسية وسلوكية. من النماذج اللي ممكن تكون مضرة للطفل هو المدرس العصبي داخل المدرسة، اللي ممكن تنتقل العصبية من المدرس ده للطفل للأسف، ويصبح عندنا طفل عصبي بسبب مدرس. السبب الرابع من الأسباب هو علاقة الطفل بجيرانه. البيئة اللي بيعيش فيها الطفل بتأثر تأثير كبير جدا على سلوكياته، يعني الطفل اللي بينشأ في بيئة فيها سلوكيات انحراف وسرقة وسلوكيات غير مرغوب فيها بتأثر على الطفل وبتسبب ظهور اضطرابات نفسية وسلوكية. انما البيئة اللي بتكون فيها الجيران المحيطين بالطفل عندهم اخلاق وعندهم خوف من ربنا، عندهم تدين، ده بيخلق عندنا طفل اقرب الى السواء. من الاسباب البيئية ايضا الحاجات النفسية. الحاجات النفسية المهمة جدا هي الاحساس بالامان، الحاجة الطفل للأمن والأمان، زي اللي هو يخاف من العقاب الشديد، النبذ، التهديد، التفرقة من الإخوة. كل الأسباب دي بتؤدي إلى شعور الطفل بعدم الأمان. زي كمان الانفصال بين الوالدين، موت أحد الوالدين، نبذ أحد الوالدين للطفل، دي كلها أسباب بتؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الطفل. حاجة الطفل إلى الحب، كل طفل محتاج يحس بالحب والاحتواء، يحس إن هو طفل محبوب. الطفل اللي بيحس إن هو محبوب، بيحس إن هو مرغوب فيه، بيكون طفل سعيد. إذا الطفل ده لم يشعر بالحب ممكن إن هو يصاب باضطرابات نفسية وسلوكية. من الحاجات المهمة جدا هي الحاجات الاجتماعية. الحاجة الاجتماعية زي الحاجة للتقدير، كلنا بنحب التقدير، كلنا بنحب إن حد يقدرنا ويحس بينا ويعجب بسلوكياتنا وباللي احنا بنعمله. كمان حاجتنا للانتماء، كل ما الطفل حس ان هو منتمي لأسرته، منتمي لمدرسته، منتمي لأصدقائه، ده كمان بيخليه عنده إحساس بثقته بنفسه، وده كمان بيكون واقي ليه من الإصابة باضطرابات نفسية وسلوكية. إذا افتقد حاجة من الحاجات الاجتماعية ان هو ما قدرش يحس بالانتماء لأي مجموعة، ده بيصيبه باضطرابات نفسية وسلوكية غير مرغوب فيها. من الحاجات المهمة جدا حاجة الطفل للتعبير عن ذاته والتعبير عن نفسه بطريقته، يعني مثلا يرسم، يكتب، يقول قصة. كل الطرق دي من الطرق اللي بيعبر بيها الطفل عن نفسه، دي مهمة جدا عشان تكون سبب لنشأة طفل سوي. أما نقد الأب والأم للطفل دايما نقده لرأيه
نقدهم لطريقة لعبه ونقدهم لرسمه، للقصة اللي بيحكيها، سخريتهم منه، كل دي سلوكيات بتخلي عندنا طفل عنده إحساس بالخجل والدونية وعدم ثقته بنفسه، وده كمان بيكون سبب من أسباب ظهور الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال. حاجة الطفل للعب. الطفل دايما محتاج إن هو يلعب عشان يقدر يعبر عن نفسه. الطفل الساكن هو طفل غير سوي. الطفل دايما محتاج إن هو يكون عنده حركة ونشاط وإن هو يلعب عشان يكون طفل سوي. فعدم قدرة الطفل على اللعب ده دليل على إن الطفل ده عنده مشاكل سلوكية ونفسية. احنا كده اتكلمنا في حلقتنا النهاردة عن الأسباب البيئية لظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الأطفال. يا رب نكون قدرنا ان احنا نوصل لحضراتكم معلومة مفيدة. منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسه مكملين مع حضراتكم سلسلة اضطرابات العادات. اتكلمنا عن افتتاحية عن اضطرابات العادات، وايه معنى الاضطرابات، وايه معنى العادات، وايه هي انواع اضطرابات العادات. اتكلمنا في حلقة تانية كمان عن اضطرابات مص الاصابع. النهاردة مكملين مع حضراتكم اضطرابات قضم الاظافر. ايه هي اسبابها وازاي نقدر نواجهها، ده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم. لكن انتظرونا بعد الفاصل. انا الاخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني. اهلا بكم. في الحقيقة ان جاتني مجموعة من الاسئلة، وكل الاسئلة عن اطفال امهاتهم محتارة في التعامل معاهم. يعني مثلا في ام بعتة بتقولي ابني طول الوقت قاعد سرحان وبياكل في ضوافر ابني بقى شكلها وحش جدا. ام تانية بتقولي ضوافر ابني دايما متعورة وبتنزف طول الوقت، كل ما اسأله يقولي مش عارف. طيب ايه هي الاسباب اللي بتخلي الاطفال ياكلوا في ضوافرهم، او اللي هي عادة قضم الاظافر بيعملوها ليه؟ العادة دي هي من العادات المنتشرة جدا واللي بتظهر مع الطفل من سن صغير، وفي كتير جدا بتستمر معاهم العادة دي إلى أن يصبحوا راشدين، وفي منهم كمان بيكونوا آباء وأمهات وبيمارسوا نفس هذه العادة. في الحقيقة إن في كتير جدا من الدراسات اللي أظهرت إن في عدد من الأطفال اللي بيسلكوا عادة اضطراب قضم الأظافر، وإنهم مستمرين في هذه العادة لدرجة إن أظافرهم أصبحت متقرحة وتدمي، وكمان بتصبح من الصعب علاجها. كتير جدا من الأشخاص دول ما بيقدروش إن هم يتخلصوا من هذه العادة لدرجة إنها أصبحت منتشرة بين طلبة الجامعة. يعني في ما يقرب من 25% إلى 36% من الطلبة بيعانوا من عادة قضم الأظافر، وأثبتت الدراسات إن هي منتشرة بين الإناث أكثر منها بين الذكور. غالبا إن الأشخاص اللي بيقوموا بقضم هذه الأظافر بيخجلوا جدا من ان أظافرهم تظهر امام الناس، ودايما بيظهر عليهم القلق من الناس في المواقف الاجتماعية. في الحقيقة ان اضطراب عادة قضم الأظافر بتكون من العادات الصعبة جدا في انها تتغير او تنتهي، وده لان هي دايما بتخلي الشخص اللي بيمارس هذه العادة بيكون منعزل عن المناسبات الاجتماعية. طب السؤال، ليه هم بيمارسوا العادة دي؟ لأن الأطفال بيكونوا اتعرضوا لمجموعة من المواقف اللي بيكون فيها نسبة التوتر عالية أو العنف شديد، أو بيكون اتعرضوا لهجوم كبير جدا، فبيكون النتيجة إن هم بيمارسوا عادة قضم الأظافر للتنفيس عن هذا الانفعال أو الضغط الداخلي. في البعض كمان بيمارس هذه العادة من ناحية التقليد، يعني في حد كبير في العيلة بيعمل عادة قضم الأظافر فهم بيقلدوها. طب ازاي نساعد الطفل على التخلص من عادة قضم الأظافر؟ عندنا مجموعة من الخطوات اللي احنا محتاجين ان احنا نأكد عليها لمساعدة الطفل للتخلص من عادة قضم الأظافر. في الحقيقة ان الدور ده هو دور الأب والأم. أول حاجة ان احنا محتاجين دايما ان احنا ننظف أظافر الأطفال ونقلمها تقليم جيد، عشان ما يكونش فيه متاح للطفل الأظافر طويلة فيضطر لأنه هو يقضم أظافره. من الحاجات المهمة جدا هو ان احنا نشرك
الطفل في ممارسة أنشطة وألعاب يدوية، يقدر ان هو طول الوقت يمارس هذه الألعاب اليدوية بإيديه فينشغل عن قضم أظافره. من الحاجات المهمة جدا عدم توبيخ الطفل أو لومه أو لفت نظره للامتناع عن هذه العادة أمام الآخرين، لأن ده بيؤكد ممارسة هذه العادة وممكن يجعل هذه العادة مستمرة مع الطفل إلى فترات كبيرة ممكن تصل إلى الجامعة وما بعد ذلك. من الحاجات المهمة جدا هي الحوارات المفتوحة مع الطفل، إن أنا أقعد مع الطفل وأتكلم معاه عن المساوئ اللي ممكن تحصل ليه من ممارسة هذه العادة. يعني نكلمه عن الشكل الاجتماعي، نكلم الطفل عن الأمراض اللي ممكن تصيبه إذا هو قدم أظافره، لأن الأظافر فيه بيكون موجود تحت منها ميكروبات وفيروسات ممكن تصيبه بأمراض. كمان دايما أتكلم مع طفل في هذه المواضيع في مناقشات مفتوحة، ولكن على انفراد مع الطفل بعيدا عن الآخرين. إن أنا أتكلم مع الطفل بشكل مفتوح، أسمع وجهة نظره ورأيه عن هذه العادة وإيه المساوئ اللي ممكن تكون بيتعرض الطفل ليها من خلال ممارسة عادة قضم الأظافر. للأسف هي من العادات اللي بيتم ممارستها في الخفاء، إن في بعض الأمهات ما بتعرفش إن طفلها بيمارس هذه العادة إلا بعد فترة طويلة، لأن زي ما احنا قلنا إن عادة قضم الأظافر هي بتكون تنفيس عن انفعالات داخلية للطفل، أو بتكون من الأشياء أو العادات اللي بيمارسها الطفل أو الراشد للبعد عن الإحساس بالتوتر أو القلق. كمان إن الطفل لما بيمارس العادة دي زي ما قلنا بيمارسها بعيدا عن الآخرين في الخفاء، فالأم بتلاحظ بعد فترة إن الطفل عنده تشوه في ضوافره أو عنده جروح في ضوافره، فما بتسأله ده من إيه، فبيخاف يقول لأنه هو خايف من النقد واللوم والعنف اللي ممكن يواجهه، فبيبدأ إن هو يكذب كمان ويقول أنا ما بعملش حاجة، أو يقول أي سبب غير السبب الحقيقي لظهور هذه التقرحات على أظافره. فبكده بيكون الطفل اكتسب عادة سلبية وهي الكذب عشان يداري على عادة اضطراب قضم الأظافر. فعشان كده عايزين دايما إن احنا نوجه نصيحة للآباء والأمهات إن هم يكونوا أكثر لطفا واحتواء للطفل، يشعروا بالأمان والاحتواء. كمان يتكلموا معاه على انفراد، يبتعدوا عن النصح والإرشاد أمام الآخرين في هذه العادة، لأنها بتكون سبب من أسباب خجل الطفل وبعده عن الآخرين. بنؤكد على دور الأب والأم في مواجهة عادة قضم الأظافر، لأن احنا للأسف بنجد ان اضطراب قضم الأظافر منتشر بين الأطفال وبين شباب الجامعة، وكمان بيكون بين بعض الآباء والأمهات اللي اتجوزوا وخلفوا وعندهم أطفال، وللأسف لازالوا بيمارسوا عادة قضم الأظافر إذا تعرضوا لأي توتر أو انفعال داخلي، لأن ده بيخفف إحساسهم بالتوتر وبالقلق، وبالتالي أبنائهم بيروا ممارستهم لهذه العادة وبتنتقل ليهم. عشان كده بنوجه من خلال حلقتنا النهاردة نصيحة لكل أب وأم: إذا كنت ممن يمارسون عادة قضم الأظافر فراجع نفسك وحاول إن أنت تبطل هذه العادة. حاول إن أنت تساعد طفلك في إنه هو كمان يعدل من نفسه وإنه هو يبطل ممارسة هذه العادة ويبتعد عنها. ابتعاد الطفل عن ممارسة عادة قضم الأظافر هتحميه من مشاكل كتير ممكن هو يواجهها من الناحية الصحية، كمان من الناحية الاجتماعية. انتظرونا في حلقة جديدة واضطراب جديد من اضطرابات العادات. منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. دي حاجتي ولا مش حاجتي؟ طيب ما تاخدش حاجة زميلك إلا لما تستأذن منه، ما تاخديش حاجة أختك إلا لما تقولي لها. لازم تستأذن من أي حد هتاخد حاجة. طب أنا استأذن ليه؟ هو مش من حقي أخد حاجة أي حد موجود معايا في البيت؟ لا، مش من حقك تاخد حاجة أي حد معاك في البيت، لازم تستأذن، لأن دي تبقى اسمها إيه؟ اسمها سرقة. ينفع كده؟ ينفع تسرق حاجة حد غيرك؟ ينفع تسرق حاجة صاحبك؟ ينفع تسرق حاجة إخواتك؟ ينفع نقول للأطفال كلمة انت سرقت؟ امتى اقول للطفل ان انت سرقت، وامتى اديله دروس عن السرقه، وامتى اوعيه، وامتى اعرفه، وامتى اعتبرها سرقه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. انتظروني، انا الاخصائيه النفسيه منى شطه، وهنا زاويه نفسيه.
زاوية نفسية مع منى شطاب. ورجعنا لكم تاني، اهلا بكم. يعني ايه سرقة عند الاطفال؟ السرقة عند الاطفال هي ان انا اخد حاجة مش بتاعتي مهما كان حجمها، حتى لو كانت بحجم قطعة الحلوى او بحجم عربية. يعني السرقة ان انا اخد حاجة غيري. امتى اقول للطفل ان انت سرقت، او ينفع اقول له او لا؟ ده اللي احنا المفروض نعرف. السرقة عند الاطفال بتنقسم لمرحلتين، مرحلة من عمر 3 سنين ل7 سنوات، ومن 7 سنين ل18 سنة. في المرحلة العمرية من 3 سنين ل7 سنوات الأطفال فيها بيتمتعوا بسمات وخصائص مختلفة خالص عن المرحلة من 7 سنين ل18 سنة. الطفل من عمر 3 سنين ل7 سنوات لا يدرك معنى الملكية، مش عارف يعني ايه دي بتاعة أخوه أو دي حاجة أخته أو إن أنا أمتلك ده أو غيري يملك. فكرة الملكية عند الأطفال من عمر 3 سنين ل7 سنوات مش موجودة. عشان كده هو لما بياخد حاجة من حد بيعتبر إن هو أخدها وما بيفهمش يعني ايه كلمة سرقة. عشان كده في المرحلة دي ما ينفعش اروح اقول للطفل انت سرق. اللفظ نفسه او المصطلح ما ينفعش يتقال للطفل في المرحلة العمرية. في المرحلة دي اللي هي من 3 سنوات ل7 سنوات لازم بيجي دور الام والاب، ودور الام والاب هنا مهمين جدا، لان هم اللي بيبداوا يفهموا للطفل يعني ايه ملكية، يعني ايه دي ملكي او ملك اخويا او ملك اختي او ملك بابا او ملك ماما. ما ينفعش افتح شنطة ماما واخد منها فلوس من غير ما اقول لها. ما ينفعش احط ايدي في جيب بابا واخد منه فلوس من غير ما اقول له. لازم افهمه ان في حاجه اسمها حاجتي بتاعتي، افهمه ان دي حاجتك وان اللي يحب ياخدها يستأذن منك، وانت لما تحب تاخد حاجه حد غيرك لازم تستأذن منه. وفي المرحله دي الطفل ما بيبقاش اصلا فاهم مصطلح كلمه سرقه، فعشان كده ما ينفعش اقول له انت سرقت. وكمان دايما يكون في صبر مع للاب والام في توعيه الطفل عن مفهوم الملكيه، ويكون عندهم الصبر لان هم يوعوا طفلهم ويفهموه دايما يعني ايه ملكيه الاخرين. وده بيختلف من طفل للتاني. يعني ما ينفعش اقول ان الطفل عنده 6 سنين وطفل تاني عنده 6 سنين فلازم اقارن ابني بيه، هو ده فهم يعني ايه ملكيه وده ما فهمش. لا، ابعد تماما عن فكره المقارنه وابقى فاهم ان في فروق فرديه عند ادراك الاطفال، وعشان ما سببش للطفل مشكله اكبر واكون انا السبب فيها لازم اتعامل بصبر وبهدوء وبحكمه في ان انا افهم الطفل يعني ايه ملكيه الاخرين. نيجي للمرحلة الثانية، السرقة عند الأطفال من سن 7 سنوات ل 18 سنة. وفي المرحلة دي بيكون الطفل واصل لمرحلة من النضج بيقدر يفهم يعني ايه ملكيتي وملكية الآخرين، وبيكون السرقة هنا عن تعمد وفهم، وبيختلف دافع السرقة من طفل للتاني، وأسبابها بتختلف من طفل آخر. ايه أسباب السرقة؟ بتكون ليها أسباب كتير ودوافع كتير، بتختلف باختلاف الظروف اللي بيكون فيها الطفل، وعادة بيرتبط سلوك السرقة مع سلوك الكذب والعند. لازم نعرف ايه هي الدوافع وايه هي الاسباب عشان نقدر احنا نتعامل معاها. دوافع السرقة عند الاطفال من سن 7 سنين ل 18 سنة. الدافع الاول رغبة الطفل في جذب الانتباه. عندنا اطفال بتبقى حاسة ان هي مهمشة ومهملة من قبل الاباء والامهات، فعشان كده بيحاول يجذب نظرهم او يلفت انتباههم، فبيحاول ان هو ياخد حاجة اخواته في البيت عشان يلفت انتباههم. او الطفل ده في المدرسة بيكون مهمش ومحدش عطيله اي اهتمام من المدرسين او المحيطين بيه في الفصل او زملائه، فبيحاول ان هو يسرق اشيائهم واغراضهم عشان يجذب انتباههم ويلفت انتباههم ان هو موجود. الدافع الثاني الانتقام. الطفل ده بيكون في اسرته بيعاني من مجموعه من المشاكل نتيجه لان هو متضايق من والده او والدته، متضايق من حد في المدرسه، فبينتقم منهم بان هو بيسرقهم وبيسرق اغراضهم عشان يضايقهم وينتقم منهم. ده بيكون نتيجه لسوء المعامله من الاب او الام او المدرسه للطفل ده. الدافع الثالث التقليد. يعني ايه؟ يعني الطفل بيشوف السلوك ده عند الاخرين المحيطين بيه فبيقلده، وبيكون شافه اما في افلام او على قنوات التواصل الاجتماعي او يكون شافه من حد من المحيطين بيه فبيقلده. الدافع الرابع القسوة في معاملة الطفل. يعني انا بتخيل ان انا بربي ابني كويس جدا فدايما بقسى عليه وبشد عليه وبعاقبه عقاب شديد جدا عشان يبقى ولد مهذب ويبقى بيسمع الكلام ومحدش يتكلم عليه ومحدش يقول عليه اي حاجة. فانا دايما بأبالغ في عقابه وفي توجيه اللوم ليه وبعامله بقسوة شديدة عشان يطلع راجل او عشان تطلع بنت مؤدبة. فبتكون النتيجة ان هي او هو بيفرغ غضبه في ان هو يسرق الاخرين نتيجة للقسوة الشديدة في معاملته وتربيته. الدافع الخامس الحرمان. الحرمان سبب اساسي من اسباب السرقة. يعني الطفل ده محروم من كل حاجة، بيشوف كل اللي حواليه بياكلوا وبيشربوا وبيصرفوا وهو مش قادر يصرف زيهم ولا
قادر يشتري زيهم، فبتكون النتيجة ان هو بيسرق اللي حواليه. والحرمان هنا ملوش علاقة بالجانب الاقتصادي، لان ممكن تكون اسرة مستواها الاقتصادي كويس جدا ولكن هي مبدأها ان هي تحرم الطفل عشان يطلع عنده قناعة، وده طبعا بيؤدي بينا الى سلوك السرقة. الدافع السادس الرغبة في البطولة، يعني الطفل عايز يبقى بطل قدام اصحابه، فبيعملوا ما بينهم في المدرسة او في مجموعة الاصدقاء في النادي او في الحي او في الشارع، مين فينا اللي هيبقى بطل ويقدر ان هو يخطف الحاجة دي من المحل او يسرق البائع او يخطف حاجة من واحدة ماشية في الشارع، وهو ده اللي هيبقى البطل في وسط المجموعة. فهو الدافع لانه هو يبقى بطل في وسط زمايله ويبقى هو الولد اللي ما حصلش، فبيكون ده احد الدوافع واسباب السرقة عند الاطفال في المرحلة العمرية من 7 سنين ل 18 سنة. الدافع السابع تجنب اللوم والعقاب. يعني ايه تجنب اللوم والعقاب؟ يخليني ابقى حرامي واسرق؟ ازاي ابني عشان يتجنب اللوم طب ما ده هو هيتلام ويتعاقب عليه. لا، في جانب اخر احنا لازم نبص ليه، ان في اطفال عندهم حساسية مفرطة، كل ما بيطلبوا حاجة من اهلهم بيلوموهم وبيعتبوا عليهم ويقولهم انا مش قادر اجيب لك حاجة، انت ضغطتني، انت تعبتني. اللوم والعتاب الدائم للطفل ده مع حساسيته المفرطة بيخليه ان هو يتوجه للسرقة عشان يجيب احتياجاته من غير ما يروح يطلب حاجة من اهله، وبكده بيكون الاهل هم اللي دفعوا الطفل ده لان هو يسرق الاخرين عشان يقدر ان هو يجيب احتياجاته عشان يتجنب لوم وعتاب اهله ليه. الدافع الثامن عدم القدرة على التحكم في النفس. في بعض الأطفال مش بيدركوا فكرة إن هو يقدر يتحكم في نفسه، لما بيشوف حاجة قدامه مش بيقدر يتحكم في نفسه إن هو ما ياخدهاش. أي حاجة بيشوفها قدامه بيبقى نفسه ياخدها ونفسه يمتلكها، وعدم قدرته على إنه يتحكم في نفسه إنه هو يبقى ممتلك لكل الحاجات اللي هو بيشوفها بتخليه إن هو يسرق أغراض الآخرين لحبه في امتلاك هذه الأشياء، وعدم قدرته على إنه هو يتحكم في نفسه ويبعد نفسه عن إنه هو ياخد أغراض الآخرين. الدافع التاسع الغيرة، المشاكل الأسرية، انفصال الأبوين. دي كلها أسباب ممكن تدفع الطفل إلى سلوك السرقة، إن هو يغير من أقرانه أو إخواته اللي معاه في البيت، فيضطر إن هو يشفي إحساسه بالغيرة إن هو ياخد حاجتهم، أو انفصال الأبوين وعدم إدراك أي حد فيهم إن في الطفل عنده مشكلة بيمر بيها، فيلجأ الطفل إن هو يسلك هذا السلوك ويسرق أغراض الآخرين، أو وجود مشاكل أسرية كبيرة جوه البيت ممكن تدفع الطفل إن هو يسرق أغراض الآخرين وأشيائهم. الدافع العاشر الشعور بالنقص. في بعض الأطفال بيشعروا إن هم عندهم إحساس بالنقص وإن هم أقل من أقرانهم، ودايما عندهم إحساس بالدونية وتقديرهم لذاتهم منخفض. ده بيدفعهم لإن هم يحاولوا إن هم يكملوا الإحساس بالنقص عندهم ده بإن هم يحصلوا على ممتلكات الآخرين أو أغراضهم. يعني بيحاول بطريقة ما إن هو يكمل إحساس النقص اللي عنده ده بإن هو ياخد ممتلكات أصحابه في المدرسة أو ياخد حاجة إخواته، وده لمحاولة منه إن هو يكمل إحساسه بالنقص اللي هو حاسس بيه جواه. الدافع ال11 الشعور بالذكاء. بعض الأطفال عندهم رغبة شديدة إن هو يستمتع بإحساسه إن هو أذكى من اللي حواليه، فبيحاول إن هو يحصل على أغراض الآخرين ويحصل على أشيائهم وممتلكاتهم، وده عشان يحس إن هو أذكى منهم وإن هو ما قدروش يشوفوه أو إن هم يعرفوا إن هو أخد حاجتهم، وده بيشبع عنده إحساسه بإنه أذكى من الآخرين. الدافع ال12 التدليل الزائد وإجابة كل الطلبات للطفل. بعض الأطفال أهاليهم بيلبوا لهم كل طلباتهم، كل حاجة بيطلبوها بتكون متاحة ليهم وبتكون تحت رهن إشارتهم، وبياخدوها بدون أي مناقشة أو بدون أي معرفة لسبب طلباتهم دي. يعني اطلب وأنا هنفذ. النتيجة بتكون إن الطفل ده ما عندوش حاجة اسمها مش موجودة أو مش بتاعته، إحساسه بالامتلاك بيكون مسيطر عليه، وإن مفيش أي حاجة ممكن يطلبها أو يحتاجها إلا لازم تكون موجودة عنده. إذا حصل للأسرة دي أي انتكاسة مادية للأسف بتكون نتيجتها في بعض الأحيان إن الطفل ده بيضطر إن هو يسرق لأنه مش قادر يقاوم إحساسه بإن هو ما ينفعش يترفض له طلب. دي كانت الدوافع والأسباب اللي بتؤدي للأطفال في المرحلة العمرية من 7 سنين ل 18 سنة إلى سلوك السرقة. وهنا بنيجي لخطة علاج سلوك السرقة عند الأطفال. وسامحوني إن أنا طولت عليكم الفيديو شوية، ولكن الحلقة مهمة وعشان كده نكملها مع بعض للآخر. خطة تعديل سلوك السرقة عند الأطفال بتتم على
مرحلتين من 3 ل 7 سنوات ومن 7 ل 18. خطة علاج سلوك السرقة عند الأطفال من 3 ل 7 سنوات بتتم على مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى هي التجاهل والإلهاء وعدم التركيز، واللي فيها بقول للطفل بص العصفورة. يعني إيه بص العصفورة؟ إن الطفل لما بياخد حاجة أخوه أو حاجة مش بتاعته باخدها أرجعها لصاحبها، وبعدين ألفت انتباهه لحاجة تانية خالص عشان ألهيه عن السلوك اللي هو كان بيعمله، ومقعدش أتكلم معاه في الموضوع تاني خالص أو أحكي قدامه فيه. الخطوة التانية هي التوضيح، وفي التوضيح أنا ببدأ أشرح له يعني إيه ملكية، ويعني إيه حاجة أخويا، ويعني إيه حاجة صاحبي أو زميلي في المدرسة، ويعني إيه حاجة ماما وحاجة بابا. ووضح له إن في فروق، وإن عشان آخد أي حاجة من حاجة الآخرين لازم إن أنا أستأذن. ولازم أقول رسالة بسيطة لكل أب وأم: حاول إن أنت تحط المشكلة في حجمها الطبيعي. يعني بلاش تدي الموضوع أكبر من حجمه، وبلاش نحكي على الطفل مع الأقارب أو محيط الأصدقاء أو الجيران أو عن مشكلة وبلاش أقول للطفل كلمة سرقة دي خالص، لأن الطفل في المرحلة دي مش فاهم يعني إيه كلمة سرقة. الخطوة الثالثة وهي معرفة احتياجات الطفل. يعني عشان أمنع ابني أو بنتي إن هم ياخدوا أشياء أو أغراض الآخرين لازم أعرف إيه هي احتياجاته وألبي له احتياجاته وأنفذها له، عشان يبعد تماما عن إن هو ياخد أغراض الآخرين أو أشياء. وبكده أكون أنا حطيت خطة كاملة لتعديل سلوك السرقة عند الأطفال في المرحلة العمرية من 3 سنوات ل 7 سنوات. نيجي للمرحلة الثانية، الطفل من 7 سنوات ل 18 سنة وخطة تعديل سلوك السرقة عند الأطفال. المرحلة دي بيتم تعديل سلوك السرقة عند الأطفال في مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى: لا تصف طفلك بالسرقة. يعني إيه؟ يعني بلاش نوصف أطفالنا بصفة السرقة. يعني ما أقولش للطفل أنت حرامي، لأن الأطفال في المرحلة دي بيتصرفوا وفقا للصورة الذهنية اللي وضعها المحيطين له بيه. يعني أنا وصفتهم بأن هم حرامية فهيبقوا حرامية، أنا وصفتهم أن هم هيبقوا مكذبين فهيبقوا كذابين. ودي اللي أكدتها العديد من الدراسات النفسية، ان الطفل بيتصرف وفقا للصورة الذهنية اللي وضعها له المحيطين من حوله. عشان كده رجاء وانتوا بتتعاملوا مع الطفل في المرحلة من 7 سنين ل 18 سنة والطفل عمل سلوك السرقة ده، رجاء بلاش نوصفه بصفة الحرامي او انت سرقت، ونبعد تماما عن المصطلح ده. الخطوة الثانية في تعديل سلوك السرقة عند الطفل من سن 7 سنين ل 18 سنة ان انا اطلب من الطفل ان يضع نفسه مكان الاخرين. يعني بمنتهى البساطة انا هجيب الطفل في المرحلة دي لان هو عنده من النضج الكافي لان هو يسمع حضرتك ويفهمك. هتقول له انت حط نفسك مكان اللي انت خدت حاجته. لو انت حطيت نفسك مكانه والناس اخدت حاجتك او زميلك اخد حاجتك او اخوك اخد حاجتك، انت هتقبل ده؟ انت مش هتبقى زعلان؟ والطفل في الوقت ده هيقول لك لا طبعا انا هبقى زعلان ومش هقبل ان حد ياخد حاجتي. بالطريقة دي انت بتوجه الطفل لان هو يرفض السلوك ده في نفسه اذا عمله في الاخرين او المحيطين بيه من حوله. الخطوة الثالثة: تعزيز السلوك الإيجابي عند الطفل. إزاي أنا أعزز السلوك الإيجابي عند الطفل وأبعده تماما عن السلوك السلبي اللي أنا رافضاه اللي هو السرقة؟ إن أنا أحكي له قصص فيها حاجات بتتكلم عن الأمانة والصدق، وإن الحاجات دي وإن السلوكيات دي هي سلوكيات محببة وبتخلي الناس تحب الشخص اللي هو بيتصف بالأمانة ويتصف بالصدق، لأن القصص الغير مباشرة دي بتكون ليها نتيجة كويسة جدا في تدعيم السلوك الإيجابي عند الأطفال. وتجنب تماما وأنا بحكي القصة للطفل إن أنا اقول له نفس الموقف اللي هو عمله او اللي هو اتحط فيه، لان ده هتخليه ينفر من القصة وهيخليه ان هو يرفض ان هو يسمعها ويرفض ان هو يتقبل اللي فيها، لانه هيحس في الوقت ده ان الكلام كله عليه وان هو بيتم الاسقاط عليه في القصة دي. عشان كده لما اختار قصة عن الصدق او الامانة اتجنب تماما ان انا احكي موقف مشابه للموقف اللي حصل من الطفل. الخطوة الرابعة: بناء علاقة صداقة قوية مع الطفل. يعني انا لازم ابني بيني وبين الطفل علاقة حب وتعاون وصداقة، ودايما اشجع الطفل واقول له انا موجود معاك، انا موجود عشان مساندتك وعشان مساعدتك. ابعد تماما عن اللوم والعتاب ورمي التهم والغضب من الطفل. انا دايما اديله الاحساس بالامان وبالدعم واشجعه واقول له انا معاك، انا في ظهرك، انا موجوده عشان اساعدك في اي وقت. اذا حصل اي حاجه معاك تيجي تحكي لي، انا هكون موجوده عشان اسمعك، انا هكون موجود عشان اساعدك، انا موجود عشان اقف جنبك. اوعى انك تلوم الطفل او تعاتبه، لان ده هيكون احد الاسباب اللي هتخلي الطفل يخاف ان هو يجي يقول لك اي مشكله بيقع فيها، وبالتالي ممكن ان هو يعمل سلوك السرقه وما يجيش يقول لك، لانه خايف ان هو يلاقي من حضرتك اللوم
او العتاب او التوبيخ. الخطوة رقم 5، تحمل عواقب الامر. انا بعد ما قدرت ان انا افهم طفلي يعني ايه ملكية واستوعبه واكون معاه علاقة صداقة وطيدة وعلاقة صداقة قوية، ابدا اعلمه ازاي يتحمل عواقب الفعل اللي هو عمله. فانا بتكلم مع طفلي وبقول له هو لو كان اخد حاجة من المحل من غير ما يستأذن من صاحب المحل، او اخدها بدون قصد، او عجبته الحاجة واخدها وجاء لي، فابدا اقول له احنا هنحوش تمن اللعبة، يعني هيحوش تمنها من مصروفه عشان يقدر ان هو يتحمل عواقب الفعل اللي هو عمله ويتعلم ان هو دايما هيصلح اخطائه. وبعد ما يحوش تمن اللعبة اللي هو اخدها او اي غرض من الاغراض اللي هو اخده من المحل، هروح معاه لصاحب المحل واقول له احنا هنعتذر ليه ونقول له احنا ان هو اخدها بدون قصد واخدها ونسي ان هو يدفع تمنها، وهو جاي دلوقتي عشان يدفع تمن الحاجة لانه كان لما روح البيت لقى ان الغرض ده موجود في وسط الحاجة وهو نسى يدفع تمنه. ونعتذر لصاحب المحل عن عدم دفع ثمن هذه اللعبة او الغرض اللي هو اخده وندفع تمنه، وبكده الطفل يتعلم ان هو يتحمل عواقب الامر وبدون ما اجرحه او احرجه او ان انا اقول ان هو سرق. كمان لو هو اخد حاجة من اصحابه في المدرسة او من اخواته بدون اذن، فهفهمه ان هو يروح تاني يوم المدرسة او النادي او لصاحبه ده ويقول له انا اخدت الحاجة او نسيت وحطيتها في الشنطة من غير ما اقصد وبعتذر ليك والحاجة بتاعتك اهي، ويرجعها تاني لصاحب الحاجة. بكده اكون انا علمت طفلي ان هو يتحمل عواقب السلوك اللي هو عمله، وكمان ما حطيتوش في موقف محرج وما قلتش عليه ان هو سرق، وقدرت ان انا اخرجه من الموقف بطريقة سلمية بدون اي مشاكل. الخطوة رقم 6، وفي الخطوة دي بيكون فيها اهم حاجة لازم نوصل ليها، هي متابعة الطفل. بعد ما مشينا كل الخطوات السابقة وعملناها مع الطفل، مطلوب ان احنا عشان نتاكد ان احنا ماشيين صح مع الطفل ان احنا نحطه تحت المتابعه والملاحظه، عشان نتاكد ان الطفل ما رجعش تاني للسلوك سلوك السرقه مره تانية. اذا تاكدنا ان الطفل ما عادش بيرجع للسلوك ده تاني، يبقى كده احنا نفذنا الخطوات لتعديل سلوك السرقه عند الطفل بطريقه صحيحه، وبكده احنا وصلنا الطفل لبر الامان. اما اذا وجدنا ان الطفل لا زال مستمر في سلوك السرقه رغم كل محاولاتنا اللي احنا اتكلمنا عنها خلال الحلقه بتعديل سلوك السرقه عند الطفل، فبكده لازم نعرف ان الطفل بيواجه هنا مشكله تانية، وليكن مثلا مشكله التنمر او عدم قدره الاب والام على استيعاب الطفل او معاملته بطريقه سليمه، او ان في مشكله داخل المدرسه او مشكله داخل الاسره بتحتاج معها الى اللجوء الى متخصص للحوار مع الاب والام لمعرفه كيف يتم مساعده الطفل للتخلص من هذا السلوك. يا ريت نكون قدرنا ان احنا نوصل لحضراتكم في حلقتنا النهارده معنى السرقه عند الاطفال ودوافع السرقه عند الاطفال والخطه الكامله لتعديل سلوك السرقه عند الاطفال. ارجو ان احنا نكون افدناكم في حلقتنا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلمنا في حلقات سابقه عن تعديل سلوكيات الاطفال وازاي نتعامل مع السلوكيات اللي بتسبب للام والاب قلق وخوف وازعاج. وعشان نعرف ازاي نتعامل مع السلوكيات دي ونعدلها، لازم نعرف ايه الاسباب اللي ادت لظهور السلوكيات دي، وده اللي هنتكلم فيه النهارده مع حضراتكم. لكن انتظرونا بعد الفاصل. انا الاخصائيه النفسيه منى شطه، وهنا زاويه نفسيه. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، اهلا بكم. ايه هي اسباب ظهور الاضطرابات السلوكيه والنفسيه عند الاطفال؟ اتعملت كتير جدا من الدراسات اللي تمت على الاطفال واللي بينت ان في نوعين من الاسباب اللي بتكون سبب في ظهور الاضطرابات عند الاطفال، هي الاسباب البيولوجيه والاسباب البيئيه. تعالوا نتكلم في الاول عن الاسباب البيولوجيه، واللي اولها هي الوراثه. اتعملت دراسات كتيرة جدا على المرضى من الأطفال، واللي بينت الدراسات دي إن انخفاض نسبة الذكاء والضعف العقلي، مرضى الفصام، ذهان الهوس الاكتئابي، الانحراف والسيكوباتية والعصبية، واضطرابات الطبع والمزاج بتزيد جدا في الانتشار بين المرضى اللي بتربطهم صلة قرابة. يعني كل ما كانت درجة القرابة كبيرة كانت احتمالات الإصابة بالأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية عند الأطفال دول أكبر. السبب الثاني من الأسباب البيولوجية سوء التغذية عند الأم، وفي الحقيقة أن سوء التغذية له 3 أشكال. أولها هو القصور الغذائي، وده بيكون في شكل نقص عنصر أو عدة عناصر من الغذاء زي فيتامين أ وب. تاني نوع أو تاني شكل من أشكال سوء التغذية الإفراط الغذائي، وده بيكون معناه أن في زيادة في تناول نوع معين من الأطعمة وبكثرة،
وده بيسبب ظهور بعض الأمراض زي السمنة أو الإصابة بمرض السكري. النوع الثالث أو الشكل الثالث من أشكال سوء التغذية هو عدم التوازن بين العناصر الغذائية. يعني أنا بتناول شوية أتناول سكريات زيادة، أو شوية أن أنا أتناول بروتينيات زيادة أو نشويات زيادة، وده بيسبب فيه لخبطة كبيرة جدا في الحالة الصحية للأم اللي بتأثر على الجنين. السبب الثالث من أسباب البيولوجية للاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال هو تسمم الحمل. تسمم الحمل بتصاب به الأم وبتكون له مجموعة من الأعراض. يعني إزاي أقول أو إزاي أعرف إن الأم دي مصابة بتسمم حمل؟ في المرحلة الأولى بتظهر عند الأم القيء، وده بيكون مصاحب لارتفاع في ضغط الدم وظهور زلال في البول وتورم في الوجه والأصابع وزيادة سريعة في الوزن وصداع مستمر واضطرابات في النظر. في المرحلة الثانية من تسمم الحمل بيظهر فيها أعراض أشد شوية، بيظهر تشنجات، تخشب في البدن، فقدان الشعور وحركات سريعة في عضلات الوجه، وفي حالات دي بيكون سبب بنسبة كبيرة جدا في وفاة الأم بتصل إلى 8%، وبتكون نسبة وفاة الأطفال تصل إلى 33%، ودي اللي أثبتتها العديد من الدراسات النفسية. طب هل أنا ممكن أعرف إيه هي الأسباب اللي بتؤدي لتسمم الحمل عشان أقدر إن أنا أتجنبها؟ عندي السبب الأول هو التسمم المائي، وده بيكون على شكل احتجاز للماء في الجسم، وده بيؤدي إلى ظهور الأوديمة في المخ والكلى، والأوديمة دي معناها الاستسقاء في المخ والكلى. السبب الثاني لحدوث تسمم الحمل هو نقص الأكسجين في المشيمة، وده بيكون سبب من أسباب حدوث الجلطة للأم واللي بيؤدي لإصابتها بالتسمم الحمل. السبب الثالث بيحصل فيه نقص في الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب المركب، ودي هي الأسباب اللي بتؤدي إلى تسمم الحمل. السبب الرابع من الأسباب البيولوجية اللي بتؤدي لاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال هي اضطرابات الحمل. يعني إيه اضطرابات الحمل؟ اتعملت دراسات كتيرة وعديدة على الأطفال، واللي بينت إن الأطفال اللي أمهاتهم كانت بتعاني من مشاكل فسيولوجية خلال فترة الحمل زي النزيف، تسمم الدم، اضطرابات الدورة الدموية ووظائف الكلى، أطفالهم كانوا أكثر إصابة بالتخلف العقلي والصرع. السبب الخامس تناول الأم للعقاقير. في أمهات أثناء فترة الحمل بتتناول أدوية مخدرة، بتتناول علاج معين، بتدخن. الأم اللي بتتناول مثل هذه العقاقير أو الأدوية بيتنقل للطفل من خلال الحبل السري، وده بالتالي بيأثر على الجنين خلال الفترة الزمنية دي. ممكن على المدى البعيد يؤثر على إصابة الطفل بالتخلف العقلي أو سرعة النبض، أو يعمل للطفل حالة من الخمول على حسب نوع العقار اللي بتتناوله الأم حتى ولو بصفة مؤقتة. السبب السادس تعرض الأم للإشعاعات. في الحقيقة إن الأمهات الحوامل بيحتاجوا إن هم يعملوا أشعاعات. الأشعة دي بتكون مهمة في فترات معينة، لكن كثرة هذه الأشعاعات ممكن يكون سبب في الإجهاض أو يكون سبب في ظهور علامات للتخلف العقلي. السبب السابع عمر الأم وقت الحمل. في الحقيقة إن في علماء عملوا دراسات كتيرة جدا وقالوا إن أفضل مرحلة عمرية للحمل ما بين 20 و 35 عام، وإن عمر الأم إذا قل عن 20 سنة أو زاد عن 35 سنة بيكون سبب في تشوهات الجهاز العصبي للجنين. السبب الثامن مرض الأم خلال فترة الحمل. في بعض الأمراض اللي بتصيب الأمهات خلال فترة الحمل زي التهاب الكليتين، مجرى البول، الأنيميا، الإصابة بالسكري، ودي أمراض مزمنة ممكن تصيب الأم وتؤثر على حياة الجنين. بالإضافة لده كمان في مجموعة من الأمراض المعدية اللي ممكن الأم تاخدها من المحيطين بيها زي الإصابة بالجدري أو الزهيري، ودي ممكن تتسبب في الإجهاض أو إصابة الطفل بالتخلف العقلي. كمان عندنا أمراض خطيرة جدا دايما بنحذر الأمهات الحوامل من الإصابة بيها أو إن هم يكونوا حريصين على نفسهم زي الحصبة الألماني، وخصوصا في الشهور الأولى للحمل اللي ممكن تتسبب في إحداث اعتام لعدسة العين والصمم، وممكن تصيب القلب وتصيب التهابات الكبد السحائي،
أو التهاب الدماغ وأمراض الشريان وانخفاض الوزن. العامل التاسع من العوامل والأسباب البيولوجية عامل ريزوس. في عام 1941 العلماء اكتشفوا إن في مادة في كرات الدم الحمراء اسمها ال RH. ال RH دي مادة موجودة عند 85% من البشر. بيكون الشخص اللي موجود عنده ال RH ده موجب، واللي مش موجود عنده بيكون ال RH سالب. وفي حالة ان الجنين بيكون عنده RH موجب، ده بيحدث مواد معينة بتدخل في الجهاز الدوري عند الأم من خلال المشيمة، ودي بتسبب في ان دم الأم بيصنع مواد سامة أو أجسام مضادة عشان ترجع مرة تانية للجهاز الدوري للجنين وتدمر كرات الدم الحمراء وتمنحها من توزيع الأكسجين بصورة سليمة. وده بيترتب عليه حدوث ولادات ميتة وإصابة بعض الأطفال الناجين بشلل جزئي أو ضعف عقلي نتيجة نقص الأكسجين الواصل للمخ. السبب العاشر الحالة الانفعالية للأم والحالة النفسية والعصبية. الأم عندما يحدث لها توتر أو بتتعرض لضغوط نفسية أو عصبية بتتنقل للطفل من خلال الحبل السري، وده اللي بيتسبب في حدوث اضطرابات وتشوهات عند الأطفال. السبب ال11 من أسباب الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال اتجاهات الأم نحو الحمل. الحقيقة إن الأطفال في مرحلة الجنين بيتأثروا باتجاه الأم نحو الحمل. هل هي متقبلة الحمل ده؟ هل هي حابة وجود الحمل ده أو مش حاباه؟ في حاجة اكتشفها علماء النفس اسمها ثنائية المشاعر الوجدانية عند الأم. ثنائية المشاعر الوجدانية عند الأم دي اللي بتختصر في إن أحيانا الأم بتكون حاسة بإن هي متقبلة الحمل ده وحباه، أو إن هي مش حباه. بتكون حابة الحمل ده لأن حاسة إن هيبقى فيه طفل جديد وتبقى فرحانة بيه، وأحيانا بتحس بالضيق لأن الحمل ده منحها من الاستمتاع والخروج والفسح ولعب الرياضة وممارسة حياتها زي ما كانت قبل حدوث الحمل. وده اللي بيتسبب في تكوين مشاعر من الممكن هي تكون إيجابية أو تكون سلبية. كمان رغبة الوالدين في وجود هذا المولود. هل الأب والأم عندهم تقبل لأن يكون في عندهم طفل؟ ده برضو بيأثر على اتجاهات الأب والأم نحو الحمل ده، واللي بيأثر فيما بعد على تعامل الأب والأم مع هذا الطفل، اللي بيأثر على حدوث سلوكيات أو اضطرابات عند الطفل. نوع الجنين بيؤثر على اتجاهات الأم والأب نحو الحمل. يعني الأسرة اللي عندها 5 بنات بتكون نفسها في ولد، فإذا حدث أن يكون في حمل وكان المولود طفلة، فبيكون اتجاهات الأب والأم تجاه هذه الطفلة هي اتجاهات سلبية، وده اللي بيأثر على تعاملهم مع الطفلة وبيسبب في ظهور اضطرابات عند الطفل الغير مرغوب فيه أو الغير مرغوب في نوعه. دي هي باختصار الأسباب النفسية. السبب 12 عملية الولادة وأثرها. الحقيقة أن عملية الولادة بتأثر على الحالة النفسية للأم. هل عملية الولادة كانت صعبة أو كانت سهلة؟ هل الولادة كانت قيصرية أو طبيعية؟ هل الطفل اتولد مكتمل أم اتولد مبتسر؟ كل هذه العوامل بتكون سبب من أسباب ظهور اضطرابات نفسية وسلوكية عند الأطفال. الحاجات الجسمية الحيوية للطفل. في الحقيقة إن أي طفل بيتولد بيكون له حاجات نفسية وحيوية وجسمية. الحاجة الجسمية عند الطفل هي الحاجة الأولانية حاجته للرضاعة. الطفل بيكون محتاج للرضاعة. طريقة إرضاع الطفل وإشباع رغباته من أثناء الرضاعة بتؤثر على نفسية الطفل وتكوينه. يعني الطفل يكون الأم بتحاول إن هي ترضعه كل ما يعيط، ده بيشعر الطفل بالطمع والأنانية، وبيكون الطفل متجه لاستخدام أسلوب الصراخ والعيط والضغط للحصول على رغباته، وده بيولد عند الطفل سلوكيات زي الأنانية. ترك الطفل فترات طويلة جدا دون إشباع لحاجته للرضاعة بيسبب عند الطفل الشعور بخيبة الأمل وفقدان الثقة والإحساس بالإحباط والخوف والقلق. لذلك احنا بنطلب من الأمهات إن هم يكون عندهم جدول ويكون عندهم توقيتات زمنية محددة لإشباع حاجة الطفل من الرضاعة. تاني حاجة من الحاجات الجسمية للطفل والحيوية هي الفطام. في الحقيقة مرحلة الفطام دي من المراحل المهمة جدا اللي بتأثر على سلوكيات الأطفال، وممكن في خلال الفترة دي يحدث عندهم اضطرابات سلوكية ونفسية بتعود لمرحلة الفطام. أنا محتاجة وأنا بفطم طفلي إن أنا أفطمه بطريقة صحيحة، لكن للأسف اللي بيتعرض له الأطفال في مرحلة الفطام إن
بعض الامهات بيفطموا الطفل فطام فجائي، بيستخدموا بعض المواد الغير مقبوله زي الصبار والاشكال المخيفه لاحداث عمليه الفطام عند الطفل. وفي الحقيقه ان الطريقه اللي بتستخدم لفطام الاطفال بتتسبب في حدوث اضطرابات وبيحدث صدمه الفطام عند الاطفال. بنشوف ان في مشاكل واضطرابات كتير جدا بتظهر عند الاطفال في مراحل متقدمه من عمرهم بيكون سببها الطريقة اللي اتفطم بيها الطفل. عشان كده احنا بننادي الامهات والاباء ان هم ياخدوا بالهم كويس جدا من الاسباب البيولوجية اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة النهاردة لتجنب حدوثها ومراعاتها حتى نتجنب حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية عند الاطفال. وفي الحقيقة ان انا كل ما قدرت اعرف ايه هو السبب اللي ادى لظهور اضطراب نفسي او سلوكي عند طفلي هقدر اتعامل معاه. يا رب نكون قدرنا نقدم لكم معلومه مفيده النهارده. انتظرونا في الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن العوامل البيئيه اللي بتؤدي لظهور اضطرابات نفسيه وسلوكيه عند الاطفال. انتظرونا، منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن اضطرابات العادات وايه هي اضطرابات العادات واسبابها وانواعها، وان كل انسان له مجموعة من العادات اللي مارسها بشكل او باخر. في منها عادات احنا مدركين ان هي محتاجة مقاومة وتغيير، وفي عادات بنمارسها بدون وعي وما بنقدرش نتخلص منها. النهاردة هنتكلم عن اضطراب من اضطرابات العادات وهو اضطراب مص الأصابع. كل اضطراب من الاضطرابات تحتاج لوضع خطة للتخلص منها. هنتكلم عن مواجهة اضطراب مص الأصابع والتعامل معاها ومساعدة الأطفال للتخلص منها، ده اللي هنتكلم فيه. لكن انتظروني بعد الفاصل. أنا الأخصائية النفسية منى شطة وهنا زاوية نفسية. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، اهلا بكم. في الحقيقة اضطراب مص الاصابع بيظهر عند الاطفال في مرحلة الرضاعة. الاطفال في المرحلة دي بيكونوا متعودين على ان هم يمصوا. فكرة المص دي بيكون الطفل بيستخدم فيها الشفتين والوجنتين، وبيتم استخدام هذه الحركات بشكل مستمر عند الاطفال في مرحلة الرضاعة. طب ليه الطفل بيتحول من ان الرضاعة الى ان هو يمص اصبعه؟ ان مص الاصبع عند الطفل بيكون له سبب قوي جدا ودافع قوي. في بعض العلماء وجدوا ان الاطفال بيمصوا اصابعهم وهم لازالوا اجنه، لان ده بيعطي شعور للطفل بالسعاده والدفء والشبع. كمان بيشعر الطفل بالراحه والاسترخاء والامان، وده بنشوفه عند بعض الاطفال لما بيستخدموا اللهايه الكاذبه او المصاصه او السكاتة المتعارف عليها عند الامهات. عملية المص بتشعر الطفل بالراحة والهدوء والامان والاستمتاع. امتى الطفل بيلجأ لمص اصبعه؟ الطفل بيلجأ لعادة مص الاصابع لما بيشعر بالخوف او الجوع، او ان هو يكون محتاج ينام او محتاج يحس باحساس ممتع. رأى بعض علماء النفس ان استمرار عادة مص الاصبع عند الطفل هي لاشباع حاجته النفسية، وانه افتقد في مرحلة الرضاعة للعطف والحنان والامان اللي افتقدهم من الحصول عليهم من امه في مرحلة الرضاعة. وده اللي بيخلي عادة مص الاصابع بتستمر مع الطفل في مراحل متقدمة من عمره، وده للأسف اللي بيظهر عند الطفل في مراحل متقدمة من عمره، وده اللي بيسمى في علم النفس النقوص. النقوص هو رجوع لمرحلة سابقة من المراحل العمرية للطفل. يعني الطفل يكون في عمر 5 سنين أو 6 سنين وبيرجع لمرحلة الرضاعة في تصرفاته اللي هي مص الأصابع. بالإضافة لده إن في آثار سلبية بتظهر على ملامح الطفل بسبب مص الأصابع. يعني بيظهر ملامح على عظم الفك زي تشوه الأسنان، صعوبة المضغ، تسوس الأسنان، تشوه الوجه، لأن مص الأصابع بيحدث عادة بمص الأصبع لأن الطفل بيضع أصبعه كده على لسانه، فبيبدأ إن هو يتعامل مع مص أصبعه بتغيير ملامح وجهه، فبتبدأ الأسنان الأمامية تخرج لبره ويبدأ الأسنان السفلية تدخل لجوه، وده بيأثر على شكل الطفل. كل الآثار دي بتسمى تشوه الإطباق، يعني الأسنان الناتئة أو العضة المفتوحة. في الحقيقة إن العادة دي بتكون
سيئة وبتصيب الآباء والأمهات بحالة نفسية سيئة، والتعامل مع الاضطراب ده بيكون فيه صعوبة للتغلب عليها. طب ايه هي الآثار السلوكية اللي بتترتب على مص الأصابع؟ احنا اتكلمنا عن الآثار الشكلية أو اللي بتحدث تشوهات عند وجه الطفل. طيب في آثار سلوكية سيئة؟ طبعا في آثار سلوكية سيئة. الطفل بيميل بعادة مص الأصابع إلى الانقطاع عن العالم الخارجي، يعني بينقطع عن التواصل الاجتماعي، بينعزل على ذاته، بيقعد مع نفسه. وبنلاحظها في أطفال كتير إن الطفل بيقعد لوحده وبيكون منغلق على ذاته ويبدأ يمص صبعه وهو قاعد لوحده، بيخليه مش طفل اجتماعي. كمان سخرية أقرانه منه بسبب هذه العادة بيصيب الطفل بالخجل وعدم القدرة على المشاركة الاجتماعية. في الحقيقة إن بعض الآباء بيواجهوا المشكلة دي بطرق غير مستحبة، يعني في البعض بيواجهوها بتجاهل، وفيهم اللي بيواجهها بقلق وخوف زيادة جدا. في البعض اللي بيواجه العادة دي بطريقة غير مرغوب فيها، يعني مثلا في البعض اللي بيبدأ يدهن صابع الطفل بمادة غير مستحبة زي الصبر والمرة مثلا، فده بيصيب الطفل بفقدان الأمان وبيصيب الطفل باضطرابات. مضاف إلى الاضطراب العادة بيكون في خوف وقلق وعدم إحساس بالأمان، وده بيكون سبب من أسباب تمسك الطفل ده باضطراب عادة مص الأصابع، لأن العادة دي بتصبح عند الطفل هي الإحساس الوحيد بالأمان وإشباع رغبته في الراحة والهدوء. ازاي يتصرف الآباء والأمهات في مواجهة العادة دي؟ انهم يشبعوا حاجة الطفل للحب والأمان والعطف، ان هم يحفزوه ان هو يقوي ذاته ويقوي شخصيته، وان هم يدعموه نفسيا. البعد التام عن الحديث عن هذه العادة امام الاقارب وفي المناسبات الاجتماعية وامام اصدقائه، لان ده بيخلي من الصعب جدا على الطفل ان هو يتخلص من العادة دي. كل اللي هيعمله الطفل اذا تم توجيه اي لوم ليه امام الاخرين ان هو هيسحب نفسه من المكان اللي هو موجود فيه وهينعزل ويقعد لوحده، وبرضه هيمارس العادة دي. الحقيقة إذا كان مص الأصابع ده مصاحب لعرض عصابي آخر، فإحنا بنعالج المرض العصابي الآخر ده عشان معاه يتم معالجة هذا الاضطراب. في الحقيقة إن إحنا النهاردة خلصنا اضطراب عادة مص الأصابع. يا رب نكون قدرنا نوصل لحضراتكم معلومة مفيدة. منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في الحلقة القادمة واضطراب جديد من اضطرابات العادات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.